بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، اليوم إن شاء الله بإذن الله غنشارك معكم فيديو جديد اللي من خلال هذا الفيديو هذا غنتعرفوا على القنوات الناقلة لمباريات الغد اللي تجمع بين فريقنا المنتخب المغربي وكذلك المنتخب البرتغالي. فكما تعرف الجميع بأن المنتخب المغربي كان تأهل إلى الدور الربع من خلال الفوز ديالو على المنتخب الإسباني عن جدارة واستحقاق، وعرف تألق النخبة الوطنية وخاصة الحارس بونو. فاليوم إن شاء الله نتمنى من خلال هذه المقابلة الفوز مرة أخرى والتألق والذهاب إلى نصف النهائي الذي يكون تأهل تاريخي وتاريخي كبير وكبير جدا. فبالنسبة قبل ما نبدأ التفاصيل فنتمنى اللي تشاهد القناة لأول مرة ما عليك إلا الدخول إلى القناة وعمل اشتراك بالضغط على زر الجرس باش دائما يوصلك الجديد إن شاء الله بإذن الله. فغدا إن شاء الله على الساعة 4 بعد الزوال ستنطلق هذه المباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي. فإذا أول قناة الناقلة لهذه المباراة فهي قناة الرياضية المغربية TNT المتواجدة داخل أرض الوطن، أرضية الخاصة بالمغاربة. فكيفية التقاط هذه القناة؟ فهذه ترجعوا الفيديوهات السابقة اللي كانت شرط إلى كيفية أو طريقة التقاط قنوات TNT المغربية. إذا فمعلق على هذه المقابلة بالنسبة لقناة TNT الرياضية المغربية فهو هشام فرج. فهذا أول قناة الناقلة. فبالنسبة للقناة الثانية فهي القناة المفتوحة على قمر أسترا، فهي قناة ألمانية، فإنها ستذيع كذلك هذه المقابلة. غادي تشوفوا غادي نخلي لكم تردد هذه القناة كما تشوفوا في الصورة. إذن هذا ما يخص بالقنوات المجانية. فبالنسبة لقنوات المشفرة فهناك مجموعة من القنوات. فأول قناة فهي قناة بي إن سبور ماكس 1 القطرية. المعلق على هذه المقابلة كذلك بالنسبة للبي إن سبور ماكس 1 فهو المغربي جواد بدة. وكذلك هناك معلق على مقابلة المغرب والبرتغال على قناة بي إن سبور ماكس 3 فهو علي محمد علي. هذا بالنسبة لقنوات بي إن سبور. وهناك كذلك قناة إكسترا القطرية 1 كذلك ستنقل هذه المباراة، ومعلق على هذه المباراة كذلك فهو البلوشي. إذا إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا استمتعتم معنا في هذا الفيديو هذا وعرفتوا القنوات الناقلة لهذه المباراة، ونتمنوا حظ للمنتخب المغربي إن شاء الله باش نفرحوا جميع إن شاء الله الشعب المغربي وكذلك الأمة العربية إن شاء الله بإذن الله. إذا حظ موفق لمنتخبنا المغربي إن شاء الله بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي. إخواني ما علي إلا نقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله.